السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى المطيري. اليوم بتكلم عن حادثة صارت لي، من بعدها صرت أهتم بالطيور والكائنات الحية. كنت كل ظهر لازم أحط ماي وأكل عند الشباك مالي وأروح أنام. استمرت على الموضوع هذا أسبوع. في يوم نسيت ونمت، ما حطيت ماي ولا حطيت أكل حق الطيور. اللي صار يعني توني مستلقية بنام، ما سمعت الصوت، يعني صوت شو يقول، وين الماي يا ربي، وش اسمه، وصوت جنحان طير. المهم قلت اسمع راح شنو هذا. المهم راح افتح دريشة، لقيت عصفور قاعد يطير قريب عند دريشتي. طلعت في الصحن مال الماي، لقيت انه ما في ولا قطرة ماي. فشفقت على حاله ورحت عبيت ماي وحطيت اكل له. وعرفت ان الكائنات الحية مثلنا، لولا انها بس تنطق كان يعني تفقد الماي وتسأل، ويعني لدرجة سبحان الله ربي نطق الطير نسألني وين الماي. سبحان الله والله العظيم فيما أقول لا أكذب ولا أدعي، يشهد الله على كلامي. فمن بعدها اخترعت شغلة حق الطير وفكرة حق القطط وش اسمه. والحين قائمة بحملة اسمها إحياء أرض ميتة. هذه الحملة اهتمام بالطيور والكائنات الحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلموا لي على فزاع.